هشاشة العظام مرض كيخلي العظام ضعاف وهشاش مع مرور الوقت. كتر الناس اللي كيكونوا معرضين ليه هما النساء الكبار في السن، خصوصا من بعد سن اليأس، ولكن حتى الرجال يقدروا يتصابوا به. مع التقدم في العمر الجسم كيبدا يفقد الكتلة العظمية ديالو، العظام ما كتبقاش كتجدد بنفس السرعة، وهذا الشيء كيخليها تضعف وتولي قابلة للكسر بسهولة. السبب الثاني هو نقص الكالسيوم في الغذاء اليومي. الكالسيوم عنصر مهم بزاف لبناء العظام وتقويتها، وإلا كان ناقص في الجسم العظام كتبدا تضعف تدريجيا. التغيرات الهرمونية خصوصا عند النساء من بعد سن اليأس كتكون سبب رئيسي في هشاشة العظام، حيث انخفاض هرمون الإستروجين كيأثر بزاف على قوة العظام. قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة كيأثر حتى هو على صحة العظام. من بين الأعراض الشائعة ديال هشاشة العظام ألم قوي أو مستمر في الظهر، وهذا الألم كيكون غالبا بسبب كسور صغيرة في الفقرات. مع مرور الوقت ممكن الشخص يلاحظ أنه نقص شوية في الطول ديالو، وكذلك ممكن الظهر يولي مقوس بسبب ضعف الفقرات. باش تحافظ على العظام ديالك قوية خاصك تاكل أطعمة غنية بالكالسيوم بحال الحليب، الياغورت، الجبن والخضر الورقية. الرياضة المنتظمة والتعرض لأشعة الشمس يوميا كيعاون الجسم يصنع فيتامين د، وكيخلي العظام ديالك تبقى قوية وصحية.